في لحظات في حياتنا بنبقى شايفين إن كل حاجة واقفة، دعوات بنرددها بقالنا شهور وسنين ومفيش أي علامة استجابة. فبنبدأ نسأل نفسنا، هو ربنا غضبان عليا؟ طب دعوتي راحت فين؟ أنا أماني السعدني، وده بودكاست عادة وعبادة، مكان هادي بنحكي فيه عن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي ممكن تبان عادة لكنها لو اتعملت بنية صافية تبقى عبادة. الحقيقة إن مفيش دعاء بيروح، كل كلمة بتتقال بصدق بتتكتب، وكل دمعة نزلت في سجدة بتتوزن، ووزنها تقيل قوي عند رب العالمين. الفرق كله في اليقين. اليقين مش معناه إنك تشوف بعينك، لكن إنك تطمن قلبك حتى لو لسه مفيش حاجة اتغيرت. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني اللي بيسلم أمره بصدق لرب العالمين كأنه بيقول لربنا: كله بإيدك يا رب، مش هتضيعني أبدا. ربنا بيكفيه من حيث لا يحتسب. الناس فاكرة إن اليقين بيجي بسهولة، بس هو في الحقيقة عبادة محتاجة تدريب يومي، زي الصلاة والذكر والصبر. اللي عنده يقين مش بيعيش من غير مشاكل، بس بيعيش بسلام وسط كل المشاكل والتحديات اللي بتحصل حواليه. فاكرة واحدة قالت لي: كنت بدعي ربنا يرزقني بشغل معين وما حصلش، وبعد فترة لقيت إن اللي ما حصلش ده هو اللي حفظني من تعب كبير. لو الشغل ده كان جالي كان زماني خسرت كتير قوي. ساعتها بس فهمت إن الدعاء ما اترفضش، هو تحول لحماية من حاجة تانية كانت ممكن تضرها. يا جماعة، مفيش دعوة بتضيع، أصل هتضيع إزاي وانت استودعتيها عند من لا تضيع ودائعها سبحانه جل جلاله. اللي عنده يقين بيشوف الخير حتى في المنع، لأن المنع ممكن يكون بداية لعطاء أكبر. ربنا لما يأخر عنك حاجة مش بيكون نسيها، حاشا لله، هو بيجهز لك التوقيت اللي يناسب آخرتك قبل دنيتك، مش وقتك اللي انت مستعجل عليه. وخلق الإنسان عجولا. الأنبياء نفسهم مروا بتجارب طويلة عشان يعلمونا ده. سيدنا يعقوب لما فقد سيدنا يوسف سنين طويلة ما قالش ليه؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وفضل عنده يقين إن اللقاء جاي حتى ولو بعد سنين، وتجلى ثباته ويقينه لما قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وده اللي بيعلمنا إن اليقين مش كلامه بس، ده موقف ثابت، صبر وتسليم وثقة برب العالمين. في حياتنا اليومية اليقين بيبان في حاجات صغيرة جدا، زي أم بتدعي لابنها بالهداية كل يوم من غير ما تفقد الأمل فيه، وزوجة بتدعي لجوزها بالرزق وهي عارفة إن ربنا شايف تعبهم وسعيهم وتوكلهم عليه وحده، وشخص بيحاول يغير من نفسه ومش شايف النتيجة بسرعة بس مكمل علشان واثق من قوله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دول الناس اللي عندهم يقين، اللي لسه مؤمنين إن الخير جاي حتى لو كان الطريق طويل. اليقين إنك تبطل تسأل إمتى وتبدأ تقول كله بوقته. ساعتها هتحس إن قلبك ابتدى يهدى، وهتعرف إن الطمأنينة دي هي البركة اللي بتدي معنى لكل لحظة معاناة مريت بيها في حياتك. وفي النهاية لو في دعاء بتقوله كل يوم ولسه ما استجابش، ما تزهقش، خليك مستمر في دعائك. ربنا بيحب عبده اللحوح. يمكن لسه ربنا بيهيئ لك المكان والوقت والظروف اللي تليق بالنعمة دي. خليك على يقين
إن اللي كاتبه ربنا هيجي، بس بوقته مش بوقتك أنت. يمكن الدعاء يتأخر ويمكن الظروف تتقل، بس اللي بيخلينا نكمل مش بس الصبر واليقين، ده في حاجة تانية هي اللي بجد تحلو معاها الحياة. استنوني في الحلقة الجاية من عادة وعبادة، هنتكلم عننا.